ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش اعذروني بقى عشان صوتي تعبان لان انا عندي دور برد جامد جدا. النهارده ان شاء الله هنعمل جراتان بطاطس. دي اختراعي، هتعجبكم قوي وسهله وسريعه عشان احنا في وقت امتحانات، عايزين نعمل حاجه بسرعه كده عشان نلحق نقعد نذاكر مع الولاد. ان شاء الله هتعجبكم. عندنا زبدية ومرقه، وده توم، ودي نص ليمونه، النص التاني انا عصرته على الفراخ. التوابل هنا ايه بقى؟ عندي 3 معالق كبار زعتر، 3 معالق كبار زعتر. الزعتر هو اساس في الوصفه دي، الزعتر والزبادي. شطه، معلقتين ملح، معلقه فلفل اسود، معلقه معلقه كاري، وحاطه نص معلقه سكر، وهقول لكم ليه حطيت سكر دلوقتي. عندنا هنا معلقتين كبار توم. التوم والزبادي والزعتر هما الاساس. ودي بطاطس متقطعه، الكميه بقى البطاطس على حسب ما انتوا، يعني على حسب العدد البطاطس تقطعوا زي ما انتوا عايزين البطاطس. ودي الوراك طبعا نضفتها وعصرت عليها ليمون. هنحضر اول حاجه التتبيله. هنحط الزبادي، هننزل عليه بالثوم، ننزل بالتوابل كلها. الزعتر الاحسن نفركه كده، لما نفركه كده بيطلع الزيوت العطريه اللي فيه. وننزل بقيه التوابل كلها والسكر معاها. نحط المرقه، ما عندكيش البودره حطي المكعبات اللي عندك، حطيه. ونحط نص ليمونه. هحط زيت؟ لا مش هحط ولا زيت ولا سمنه ولا اي دهون خالص، عشان الفراخ بجلدها. الفراخ بتنزل هي الدهون بتاعتها. الناس اللي بتشيل الجلد، اللي متحبش تطبخ بالجلد، ممكن هي بس تحط ايه، معلقتين زيت كبار. وصفة سهلة جدا، سهلة وسريعة جدا، مناسبة جدا لفترة الامتحانات اللي احنا فيها دي. نقلبها كويس علشان الملح يدوب والسكر يدوب. ليه حطينا سكر بقى؟ اقول لكم ليه حطينا سكر. السكر بيساعد ان الوش يتحمر، ياخد اللون الاحمر الحلو اللي احنا بنحبه ده. حبة السكر الصغيرين، نص معلقة اللي احنا حطيناها دي، هتساعد ان الفراخ تاخد الوش المحمر. خلاص، يلا نتبل الاول ايه، نتبل الفرخة. سواء فرخة عندك هتقطعيها على 4، او عندك وراك اللي عندك، يعني تمشي بأي حاجة، تمشي بأي جزء من الفراخ. تبلها كده من فوق ومن تحت، ومن تحت الجلد، اهم حاجة تحت الجلد علشان يطولها التتبيلة. خلاص، برضو نعمل كده هنا. جربوا الوصفة دي، انا مخترعاها على فكرة، دي اختراعي، شفتهاش على النت ولا حاجة. سهلة جدا جدا وسريعة، وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي. الزعتر بالثوم بالزبادي كده بيدي طعم فظيع. خلاص كده، هنحط بقى ايه، نص كوباية مية مثلا، مش كتير، مش عايزين نكتر المية خالص علشان الزبادي بينزل مية.
الزبادي بينزل كميه ميه كبيره، عشان ما نخففهاش قوي خلوا بالكم. خلاص بحط بقى البطاطس. خلاص كده نحط بقى ايه، ناخد بس حبه من التتبيله دي كده عشان نحطها على وش الفراخ. يلا نحط بقى الحبه اللي احنا طلعناهم دول. بس كده هنغطيها بقى بالفويل وهنحطها 10 دقايق مثلا على البوتاجاز. يعني اول ما نسمعها بتغلي نعد 10 دقايق بالظبط. هي بتغلي بسرعه، يعني هي بتغلي في مفيش، وندخلها بقى الفرن وهي متغطيه بالفويل كده تستوي. هحطها على البوتاجاز بعدين ادخلها الفرن، ولما تطلع هنشوفها مع بعض. نسيت اقول يا جماعه عشان محدش يدعي عليا. البايركس طبعا مش بيتحط مباشر على النار. انا هحط الشياطه بتاعه الرز، وبعدين هحط عليها البايركس، واول ما هيغلي هنعمل ايه زي ما قلنا، هندخلها الفرن. في الفرن بتقعد بقى حوالي ساعه الا ربع مثلا، وهنشيل من عليها الفويل عشان تتحمر. انا كده خلصت البوتاجاز زي ما قلت لكم، حطيتها 10 دقايق وبعدين دخلتها الفرن. انا بس كده بوريكم، بصوا كميه الميه اللي نزلها الزبادي والبطاطس، يعني يا دوب حطينا فنجان واحد ميه. هي بقى وهي بتستوي كده زي ما انتم شايفين، بتستوي كده، بتنزل كميه ميه بتستوي بيها. هي لسه كده يا دوب بقى لها نص ساعه ربع ساعه بالظبط، وهشيل بقى الغطا عشان تكمل سواها والفراخ في نفس الوقت تتحمر. ادي جراتين البطاطس بتاعنا بعد ما طلعناه من الفرن. بصوا بقى الفراخ اتحمرت ازاي، وعايزه اقول لكم ريحته خطيره. وعملت جنبه رز حبه وحبه. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش